في جيل كرة القدم الحديث كان في 3 مهاجمين محدش قدر يقف قدامهم: لويس سواريز وكريم بنزيما وروبرت ليفاندوفسكي. سواريز الوحش اللي ما كانش يعرف يعني ايه فرصة ضايعة، مهاجم متكامل حرفيا، وهو في برشلونة كان رعب لأي دفاع، وشكل مع ميسي ونيمار واحد من أخطر خطوط الهجوم في التاريخ، وكان من اللاعبين اللي اتظلموا وما خدوش البالون دور. كريم بنزيما المهاجم الذكي، مش بس هداف، ده صانع لعب ومحرك هجمات وبيفهم في اللعب أكتر من أي حد. سنين وهو في ريال مدريد وهو دايما كان بيصنع لكريستيانو رونالدو، ولكن لما كريستيانو مشي من الفريق بقى هو قائد الهجوم لوحده، وساعتها أخذ الكرة الذهبية وكتب اسمه وسط الأساطير. روبرت ليفاندوفسكي ماكينة أهداف، مهاجم لو اديته نص فرصة بس يسجلك منها هدف، سيطرة كاملة لسنين على البوندسليجا، عمل معاهم أرقام قياسية مرعبة وقدم معاهم مواسم تاريخية، وفي موسم 2020 أخذ مع البايرن السداسية. ولكن ليفاندوفسكي اتظلم حرفيا موسم 2020 وما خدش البالون دور للأسف بسبب إلغائها من فرنسا فوتبول عشان الكورونا. ولكن ال3 مهاجمين دول كل واحد فيهم أسطورة بطريقته. لكن السؤال الحقيقي، مين منهم بالنسبة لك أقوى مهاجم في جيله؟ سواريز ولا بنزيما ولا ليفا؟ اكتب لنا رأيك في الكومنتات، ولو عجبتك الحلقة ما تنساش اللايك والشير والسبسكرايب عشان يوصلك كل جديد.